السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا وجيه الخير، حياكم الله وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. يا أخوان، رمضان فرصة عظيمة. احمدوا الله أن بلغكم هذا الشهر، شهر الخير، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر الخير، فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين. الله أكبر. فرصة شمروا. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فرصة يا أخوان، فرصة عظيمة لشهر رمضان للتغير والتغيير إلى الأفضل. والله فرصة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. وفيه ليلة عظيمة ألا وهي ليلة القدر. من حرم هذه الليلة فقد حرم الخير. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. شايفين كيف كل هذه الفرص في رمضان؟ لأن الله عز وجل يحبنا، يحب أن نتغير الأفضل. يعني أي واحد عاصي يرجع يتوب إلى الله عز وجل، فرصة رمضان للتغير. أي واحد قاطع رحمه يصلهم، فرصة. فرمضان فرصة للتغير، فرصة يا أخوان، لا تفوتوا الفرص. بعض الناس يصوم رمضان وينام عن الصلوات. ما يفيدك الصيام. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فلا تضيع صومك وتنام عن الصلوات. تنام عن الصلوات في النهار وتتفرج على المسلسلات في المساء. الله المستعان. فهذا ليس بصيام. الهدف من الصيام هو التقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أروا الله منكم خيرا، أنيبوا وأرجعوا إلى الله عز وجل، إن الله يفرح بتوبة عبده. وأيضا لا تنسون صلاة التراويح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. الله أكبر. فأحرصوا وشمروا وبادروا، افعلوا كل الخيرات، تقربوا، تزودوا، فإن خير الزاد التقوى. لا تنسون أيضا الشهر الفضيل هذا، شهر القرآن، شهر رمضان الذي